I show speed لا يهم أن أعرف من هو أو ما الذي يفعله، هو مجرد شخص آخر مجنون في السوشيال ميديا. صحيح أن لديه ملايين من المتابعين، أمره مثل أمر أبو فلاء، نفس الشيء، عبارة عن صراخ والتفاهات. على الأقل أبو فلاء مسلم لديه بعض المعايير. I show speed عبارة عن فوضى متنقلة. هذا الشخص جاء إلى الجزائر، واحذر ما الذي سيحصل. الكرينج، طبعا الكرينج. دعنا في البداية نتحدث عما حصل عندما ذهب إلى جانت، ذهب إلى هناك وقاموا بفعاليات في قلب الصحراء. كان الأمر مقبولا إلى حد ما، خصوصا أن الأمر كان منظم. يعني أستطيع أن أقول أن هذه عبارة عن جمعية سياحية ربما على الأغلب. الشيء الوحيد الذي أذمه وأستنكره وأشجب بخصوصه والتصرف الغير لائق الذي ظهر من هذا الكائن، حيث بدأ بإصدار أصوات غريبة بجانب تلك الفرقة من النساء التي كانت تغني. لا يهمني أنهن يغنين أو أنهن يعملن كفرقة غنائية أو شيء كهذا. مهما حاولت أن تستنكر فكرة أنهم عبارة عن فرقة غنائية، لا يمكنك أن تصل إلى ذلك الحد لتبرر ذلك الفعل الذي صدر من سبيد. يعني تلك الأصوات الغير لائقة، أنا أخجل حتى أن أسمعها مع نفسي. يا رجل، تأتي أنت وتصدرها أمام أشخاص لم يظهروا لك ذلك التقبل لانفتاحك اللعين. يعني قمة الوقاحة الصراحة، تصرف غير مقبول. لو كنت أحد أولئك الأشخاص الموجودين هناك لأجبرته على السكوت بطريقة ما، حتى لو تطلب مني ذلك أن أفسد تلك الرحلة وأن يتم طردي من الجمعية وشيء كهذا. يعني مفترض أن تتدخل الحكومة. هذه إهانة بأتم المقاييس. هذا أكثر مما فعله ذلك المؤثر الجزائري في المغرب. ذلك إذا اعتبرنا تصويره لذلك السطوري عبارة عن إهانة للمغرب، فهذا الذي قام بهذا الشيء هو إهانة للجزائر. كأنه يقول أيها الجزائريون، أنا أقوم بهذه الأصوات الغير لائقة أمامكم، ولا أعرف ما الذي يمكن أن أشرحه بخصوص هذا. هي الصراحة كان كل شيء مضبوط، حتى وصلنا إلى تلك النقطة التي حاول فيها أن يقلد تلك الصرخة التي يقوم بها الطوارق. هي ليس ذلك، هو لا أعرف كيف سمع تلك الصرخة المهيبة بذلك الشكل المريب. يعني هي المفترض أن تكون صرخة تعبر عن، كيف نقول، عن الحماس، ليس تلك الأصوات التي كان يصدرها. والمشكلة أن أولئك الذين كانوا معه اتخذوها على أساس أنها مزحة، وبدأوا كيف نقول، يعني سيروه في ذلك الشيء الذي كان يقوم به. على الأقل إذا كنت تتقبل ذلك الشيء منه، على الأقل ليس أمام تلك النسوة. إذا أردت أن تمازحه أن تقبل ذلك المزاح منه، تقبله منهم بين مجموعة من الرجال فيما بينكم في مكان ما أنت وإياه، لا أعرف، ليس أن تسمعه يصدرها أمام تلك النسوة المحترمات ثم وتبدأ ترقص ولا تأبه للموضوع وكأن الشيء حصل، كأنه شيء عادي. الآن هو يعتقد أن ذلك فعلا جزء من التقاليد في المنطقة. لا علينا، نذهب إلى الجزئية الأخرى، وهو البث الذي قام به في، لا أعرف، العاصمة أو المهم في أحد المدن الكبرى. يا رجل يا الكرينج، صدقني كنت أشاهد البث بين كل 10 ثواني إلى 5 ثواني أقوم بمحاولة إيقاف التسجيل وإغلاق البث. كنت أحاول أن أصور لقطة من البث لأنشرها كستوري من أجل التعليق على الموضوع. يا رجل، كمية الكرينج لا أستطيع أن أعبر عنها. هو ليس شخصية تاريخية، ليس شخصية سياسية، لا أعرف، من أكثر الأشخاص التافهين على الإنترنت. لماذا كل هذا الاحتفاء به؟ لماذا يركضون خلف؟ تعلموا من ذلك الطفل الذي كان في السوق. What's good, man? Bonjour. طفل يا رجل، طفل. أكاد أجزم أنه لم يتجاوز 10 من عمره. تصرف معه بأكثر طريقة باردة. أنا لا أقول لك لا تحتفي بالضيف، ولكن ليس بهذه الطريقة يا رجل. يركضون خلف سيارته وكأنهم حشود من الزومبي، وكأننا نلعب، لا أعرف ما اسمه تلك اللعبة، دايز جون، تلك الهورز أو الهوردز أو لا أدري ما اسمها، تلك حشود من الزومبي تركض خلفه. سبيد عندك قولا هو انتوما الشعب، انتوما الشعب، انتوما هذه مصباح وانا نهضر نعطيكم خوتي. صل عندك ربهم يتبهدلوا. شعرت بالخجل مكانهم يا رجل، حتى أنه كاد يغمى عليه في مرحلة ما من الفيديو. ثم أتى أولئك الأشخاص يريدون أن يجعلوه يشاهد، كيف أقول، قتال الكباش، يحاولون أن يجعلوه جزء من الثقافة يعني ويبرزوه. يا رجل، التعليقات كانت تتحدث: ما هذا الشيء، ما هذه العشوائية، ما الذي يفعلونه، أنا لا أفهم. هناك تعليقات بالعربية، لا أعرف، أحلام العصر، لا أعرف. يا رجل، الكرينج بأتم معنى الكلمة.
جحيم الكرنج، الدارك ويب الخاص بالكرنج. كنت أنا أصاب بالحمى، ارتفعت درجة حرارتي فعليا يا رجل. لا علينا، هذه هي الجزائر. على الأقل ذلك لا أعرف ما الذي كان اسمه ذلك الأردني أو السوري أو لا أعرف، على الأقل هو شخص كان لم تحدث تلك الفوضى السخيفة بهذا الشكل، على الرغم من بعض الملاحظات التي كانت، على الرغم من أنه شخص تافه وينشر التفاهة، غير أنه على الأقل مسلم، شخص تفهمه، شخص يعرف المعايير التي لا يجب أن يتجاوزها، على الرغم من أنه نستطيع أن نقول أن كانت هناك بعض الملاحظات ولكن لا تصل إلى هذه الدرجة من السخف كما حدث مع في جانيت، ولم يكن هنالك تلك الضجة الغير مبررة. يا رجل هو ليس شخصية حتى تحتفي به إلى هذه الدرجة. هل تعرفون أن هذا الشخص هو عبارة عن مهرج بالنسبة للأجانب؟ هذا الشخص يا رجل يكفيك أنه أظهر لهم بضاعته في أحد الفيديوهات، في أحد البثوث. هذه وحدها تكفي لتخسف بسمعته يا رجل. لا تعرف حتى كيف تربط سروالك، حتى كيف تضع. يا ربي يا ربي، خليني ساكت. هناك بعض الأمور لا يحتمل السكوت عنها. إذا سكت عنها فأنت عبارة عن شخص، كيف نقول، شخص متبلد. أنا أكره هذا النوع من المحتوى، لكني مضطر حتى أظهر كيف أن هذا الشخص، كيف أن هذه الأمور التي حدثت ولا شخص عاقل يقبلها. طبعا هناك بعض الأمور من هنا وهناك تستطيع أن تتجاوزها، ولكن بعض الأمور المبالغ فيها، يعني الصياح وسبيد وكأنه صلاح الدين الأيوبي خرج من قبره وجاء ليفتح الأقصى، ولا أعرف، مجرد شخص كافر آخر من أولئك الأشخاص. لا أعرف هل هو مسلم حقا، كان يدعي في فترة ما أنه مسلم، ولكن لا أعرف، يعتبرني عنصري تجاه الغير مسلمين، ولكن لا يهمني. المهم أني أعرف أن المسلم لديه معايير لا يمكنه أن يتجاوزها. يعني أنا ألوم على سبيد تصرفه في جانت، وألوم على الشعب الجزائري تصرفه في لا أدري هل تلك كانت العاصمة، ربما العاصمة، نعم، منها القصبة. وألوم تصرف للشعب الجزائري في القصبة. الكل مخطئ فيما يحصل في هذه الزيارة البائسة. أمل أن لا يتكرر شيء كهذا. ضعوا الناس في كيف نقول، زنوا الأشخاص في حسب مقامهم الحقيقي. عدد المشاهدين لا يعني أنك شخص ذو قيمة، أنت مهرج، مجرد مهرج.